سلام. في هذا الفيديو غنوجد معكم فلون الاسباني المعروف بالكواخاضه. غادي نوجدوه باللوز. هنا في كاسرول غادي نوضع لتر من الحليب، زوج ساشيات من فلون الكواخاضه رويال. هذا غادي تلقاوه موجود في المحلات الاسبانيه او في شمال المغرب، راه موجود. العلبه ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، وكيجيو فيها 4 ديال الساشيات. غادي ناخذ هنايا زوج ديال الساشيات. غنوضع الفلون على الحليب، وبخلاط يدوي غنحرك كلشي. فوق نار متوسطه غادي نوضع الكاسرول مع التحراك المستمر هكذا باش ما يتلصقش معنا الفلون. كما كتلاحظوا بعد ما فاض الحليب غادي ندوز باش نضيف له بعض الاضافات. عندي هنايا اللوز بودر، عندي تقريبا 3 المعالق بومبي ديال اللوز بودر، غادي نضيفهم. عندي هنا 2 معالق كبار ديال السكر، تيبقى بحسب الرغبه، ممكن تضيفوه وممكن ما تضيفوش، راه كيجي في كلتا الحالتين لذيذ. هنا في كؤوس فرديه غادي نصب الفلون. كيبقى لكم اختيار ليمون اللي غادي تقدموا فيهم الفلون ديالكم. من بعد الانتهاء من ملء الكؤوس غادي نخليهم حتى يدفاو، وغادي نوضعهم في الثلاجه هكذا باش يبردوا ويشدوا في راسهم. فهذا هو الفلون اللي وجدت معكم، فلون الكواخاضه اللي كيجي رائع في المنظر وحتى في المذاق. هنا انايا زينته برقائق اللوز افيلي وبصلصه الكراميل. انا غادي نحط لكم طريقه تحضير صلصه الكراميل في البيت باسهل طريقه، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. بصحه والراحه الفلون. السلام عليكم، حتى فيديو اخر ان شاء الله.